اكيد فكرت تشتغل فريلانسر فيه. لما تيجي تفكر في الفريلانس هيجي في بالك ان الراجل دوت قاعد على البحر شغال باللابتوب بتاعه وبيشرب الكوفي وبيدخل له الوفات كل شهر. لما تيجي تعمل ريسيرش على اليوتيوب هتلاقي ناس بتقول لك دخل لك 100 ولا 200 دولار في اليوم من بس شغل الفريلانس. بس اكيد في حاجه غلط واكيد ليه عيب. في نفس الوقت لما تيجي تقارنه ما بينه وما بين الديزاينر اللي قاعد شغال فول تايم في ايجنسي او شركه، هيجي في بالك ان الراجل دوت دايما مضغوط وفي ديدلاينز وفي خناقات في الايجنسي ما بينه وما بين الاكونت مانجر وحاجات كتير. بس اكيد برضه في مميزات محدش هيقول لك عليها. خلينا نعرف الفرق ما بين الاثنين. تعالى نتكلم الاول على الفريلانسر. الميزه الاولى هي فعلا اللي احنا قلناها في الاول، ان انت حر نفسك او ان انت مدير نفسك، تعرف تشتغل من اي مكان انت عايزه، مش مربوط ان انت تروح المكتب كل يوم او مالكش مواعيد حضور وانصراف. انت اللي بتظبط مواعيدك وانت اللي بتحط المواعيد المناسبه ليك انت، او المكان كمان المناسب اللي انت هتقدر تشتغل منه. تشتغل من البحر، تشتغل من البيت، تشتغل من الكافيه، محدش هيقول لك حاجه لان انت اللي بتدير الحته ديت او ان انت اللي متحكم فيها. تاني وتالت ميزه مربوطين ببعض شويه، اختيار البروجكت والتسعير. اختيار البروجكت ليك الحريه الكامله ان انت توافق او ترفض على اي تاسك مطلوبه منك ان انت تشتغلها في فريلانس. وحته التسعير برضه مهمه جدا ومربوطه باختيار البروجكت، لان انت ليك الحريه ان انت تحط السعر على البروجكت او التاسك اللي هتطلب منك. السعر دوت هيبقى على اساس عدد الساعات اللي انت هتشتغلها، على المجهود، على السهر، على الكلام دوت كله. فديت ميزه مش موجوده في الشغل الفول تايم. الميزه الرابعه ان انت في اكتر من طريقه تشتغل بيها فريلانس. الطريقه الاشهر ان انت تعمل اونلاين بورتفوليو على بيهانس، او تعمل ويب سايت ليك انت ترفع عليه احسن الشغل بتاعك، وعن طريقه هيطلب منك البروجكتس او يجيلك الكلاينت اللي عايز شغل فريلانس. الطريقه الثانيه ان انت في اكتر من ويب سايت للفريلانسرز زي freelancers.com او فيفر وغيرها كتير. بس عيب الطريقه ديت ان انت هتاخد وقت ومجهود شويه لغايه ما تبني بروفايل او بورتفوليو قوي على الويب سايتس ديت، والريت بتاعك يبقى عالي بحيث ان يبقى فيه ثقه للكلاينت اللي هيطلب منك الشغل. انا بقى نتكلم على العيوب. العيوب ورقم واحد ان مفيش استابيليتي، بمعنى ايه؟ ان مفيش استقرار في شغل الفريلانس. اشتغلت شهر، اشتغلت 2 3 حلو قوي ودخلت دخل ممتاز، بس هل ضامن ان دوت يستمر لمده سنه قدام؟ صعب شويه. العيب اللي بعد كده، واعتقد ديت نقطه مهمه، ان انت مش هيبقى عندك تامين اجتماعي او مش هيبقى عندك تامين صحي، بما اننا بنقارن بالشغل الفول تايم في الشركات او الايجنسي، وديت نقطه مش قليله. تعالى بقى نشوف الديزاينر اللي قاعد شغال في ايجنسي او شركه المميزات بتاعته. الميزه بالنسبه لي ان انت شغال وسط تيم. في ديزاينر قاعد جنبك سينيور، لو انت جونيور فاكيد هتتعلم حاجه منه. في تخصصات مختلفه زي الانيميتور، في 3 دي، اكيد هتتعلم من كل واحد حاجه. اكيد هتتعلم خبره التعامل مع تيم مختلفه تبقى عامله ازاي. ديت بالنسبه لي اهم نقطه واهم ميزه، للاسف مش هتبقى موجوده في الشغل الفريلانس. تاني ميزه ان انت في استقرار، في عقد يضمن حقك على الاقل مده سنه او سنتين، عارف ان انت في دخل شهري ثابت. الدخل ده تقدر ان انت تحدد عليه بسهوله. في كمان تامين اجتماعي وفي تامين صحي. طبعا احنا بنتكلم على ليفل ايجنسي او شركه من متوسط لعالي. في طبعا ايجنسي بتبقى صغيره لحد ما بيبقاش متوفر فيها تامين صحي او اجتماعي، بس على الاقل بيبقى فيه مرتب شهري ثابت، عارف ان انت اخر الشهر هتاخد المبلغ ده. تعالى بقى نشوف عيوب الشغل في الايجنسي. ومش كل الايجنسيز عشان ما بقاش بظلم حد. معظم الوقت هتلاقي الاكونت مانجر واقف جنبك بيزن على الشغل بتاعك، في ديدلاينز، في حضور وانصراف للشركات او الايجنسيز معظمها ان انت لازم تشتغل من المكتب. للاسف هيوصل بيك بعض الاحيان ان انت ممكن ما تلاقيش وقت لنفسك ان انت تذاكر حاجه جديده او تتعلم حاجه جديده، او حتى وقت ان انت تشتغل فريلانس بجانب الفول تايم بتاعك. تاني عيب هي عكس الميزه بتاعت الفريلانسر، ما عندكش الرفاهيه ان انت تختار تشتغل على ايه وما تشتغلش على ايه. هيطلب منك تاسكات كل يوم بديدلاين معين. النوعيه بتاعت التاسكات دي بتختلف، ممكن انت ما بتحبش تشتغل على السوشيال ميديا مثلا، هيطلب منك ان انت تشتغل على السوشيال ميديا ولازم ان انت تشتغل عليها وتسلمها في الديدلاين. في الاخر انت بتختار الاريح ليك. يعني لو مش هيفرق معاك ان انت تشتغل شهرين 3 وتقعد 4 شهور من غير شغل، اكيد هتتجه للفريلانس. لكن لو انت عندك مسؤوليات واحتياجات، محتاج سالري كل شهر ومش هيفرق معاك ضغط الشغل، اكيد الفول تايم او ان انت تشتغل في ايجنسي او شركه هيبقى انسب ليك. في ناس بتحاول ان هي تشتغل الاثنين مع بعض، بس لازم تتاكد ان دوت مش هيسبب مشاكل في الشركه عندك، واكيد هيبقى بره مواعيد الشغل بتاعك ومش على جهاز الشركه، لان ده بيسبب مشاكل كتير. في الاخر اختار اللي انت مبسوط فيه.